في نفس الوقت اللي بتشوف فيه خصومات، في رقم تاني بيكسر الناس: الإيجار. في مصر الإيجار ممكن يقفز فجأة من 8,000 ل 14,000 في سنة، وأحيانا أكثر. تخيل أسرة دخلها 15,000 جنيه، لو الإيجار لوحده 10 أو 12,000، هتفضل إيه للأكل والمواصلات والدواء والمدارس؟ هنا بتفهم ليه الناس ما بتخزنش، ولا تجهز لرمضان بدري، ولا تعمل احتياطي. هي بتشتري وجبة النهاردة وبس، وبعدين تيجي الخصومات الكبيرة. بس في حاجات كتير بتكون تمثيل. التاجر يرفع الاستيكر وبعدين ينزل ويقول لك خصم، زي تلاجة كانت 32,000 تبقى 35,000، وبعدين خصم ل33,000. حتى لو الخصم حقيقي، الناس مش قادرة لأن السيولة مش موجودة، وده بيعمل دائرة مؤلمة. الناس تؤجل الشراء، المحلات تبيع أقل، المخزون يتراكم، والضغط يزيد على الكل. الخلاصة، السؤال مش الخصم كام، السؤال كام أسرة عندها مساحة تتنفس.